الدهان في العربيات الجديدة شكلها حلو، بس للأسف الشكل ده ما بيدومش من غير حماية. تعرف ان دهان عربيتك الجديدة اضعف بكتير من عربيتك القديمة، وده لان سمك الدهان اقل. يعني لو عربيتك القديمة سمك الدهان كان تقريبا 200 مايكرون، النهارده في الموديلات الجديدة كلها من بعد 2025 سمك الدهان بحد اقصى ما بيوصلش 120 مايكرون. تاني حاجة ان تركيب الدهان بقى مختلف. اغلب الصناعات الفترة الاخيرة بقت داخلة في اطار صديق للبيئة، وده اثر ان في عناصر كتير نسبتها قلت من الدهان زي الحديد والرصاص، ودول كانوا اهم عنصرين موجودين في الدهان. ده ترتب عليه ان فرصة ان يحصل كلح او اي تفاعل كيميائي في الدهان بقت اسرع بكتير. طب ازاي نحافظ؟ اول حاجة اننا نمنع استخدام الفوطة الزفرة، وده لان الفوطة الزفرة نفس ورقة الصنفرة الناعمة. تاني حاجة اننا نستخدم شامبو مخصص لدهان العربيات. تالت حاجة بلاش نغسل العربية وهي واقفة في شمس أو الدهان في درجة حرارة عالية. رابع وأهم حاجة إنك تعمل حماية لعربيتك بمنتج النانو دايموند. النانو بيزود درجة مقاومة الدهان على الأقل 15 ضعف عن معدلها الطبيعي كتحمل احتكاك، وكمان بيعزل طبقة الدهان عن كل العوامل الجوية، فده بيحافظ على فبريكة البوية وبيمنع إن يحصل أي تفاعل في الدهان على المدى البعيد زي مثلا مشكلة الكلح. كلمنا دلوقتي عشان تحجز ميعاد لعربيتك. شكرا ليك.